بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله إخواني الكرام، حياكم الله وبياكم، أسعد أوقاتكم بكل خير. معكم أخوكم منير الفلكي. ومع اقتراب غرة الشهور العربية يعني كرمضان أو عيد الفطر أو عيد الأضحى، أخرج ببعض الحسابات التي من شأنها أن تبين وتوضح متى قد يحل ذلك اليوم. فإذا إخواني هنا، حتى لا أطيل عليكم، الحسابات الفلكية لغرة شهر شوال لهذا العام 1444 الموافق لعام 2023، انطلاقا من حركات الأرض والقمر والشمس، تأثير الكواكب السيارة عليهم، يتبين أن لحظة الاقتران المركزي ستكون إن شاء الله تعالى يوم الخميس 29 رمضان الموافق لل20 أبريل من العام الجاري على الساعة 4:13 بالتوقيت العالمي. فإذا إخواني، من خلال هذه الحسابات يتبين أن أولا نبحث عن غروب الشمس أو المدة الفاصلة بين ولادة الهلال وغروب شمس هذا اليوم الخميس. فالمدة الفاصلة من الساعة 4 صباحا نحو إلى حدود تقريبا الساعة 7، أو يعني هناك اختلافات في لحظة الغروب على حسب المناطق. يعني في المملكة هناك بعض المناطق تغرب فيها الشمس قبل مناطق أخرى، هناك يعني اختلافات. فستكون تقريبا نحو 15 ساعة، يعني على وجه يعني على وسطيا، أي ما يقارب تقريبا 7.6 درجات. فمن خلال هذه الحسابات يعني لا داعي للخوض في باقي الحسابات، هناك مجموعة من الحسابات الأخرى، لكن من خلال هذه الحسابات الأولية يتبين أن هذه المدة وهذه الزاوية غير كافيين. فالمدة المطلوبة تقريبا نحو 18 ساعة، استنادا إلى باقي الشروط الأخرى والحسابات الأخرى، وهي ما يعادل نحو 9 درجات. لكن هنا لا تكتمل لدينا حتى 8 درجات، وبالتالي ستكون يعني الرؤية ممتنعة بالعين المجردة في ذلك اليوم. وليكون يوم الجمعة هو المتمم لشهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى ببلادنا، أي بالمغرب. وبالتالي فيوم السبت هو أول أيام العيد المبارك إن شاء الله. وفي هذه يعني حسابات في اليوم التالي الجمعة، يعني هذه كإضافات، ستكون المدة الفاصلة بين ولادة الهلال أو لحظة الاقتران المركزي وغروب الشمس ذلك اليوم الجمعة 39 ساعة، والزاوية حينها ستكون 19.8 درجات، وستكون الرؤية يعني واضحة ومكوث الهلال مدة أطول بشكل واضح. إذا إخواني، هذا ما في هذه الحسابات، في انتظار يعني الإعلان الرسمي من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. ومن خلال يعني هذه الحسابات يتبين كذلك أنه قد يحدث، أنا كتبتها هنا في الورقة، اختلاف الدول وارد. يعني قد يحدث هناك اختلاف في الغالب، أنا أقولها، الدول الأخرى يعني السعودية والدول المجاورة، لأنهم يعتمدون الرؤية بالمنظار، أو منهم كذلك من يعتمد حتى لحظة ولادة الهلال، يعني ما دام أن الهلال خرج من هذه المنطقة فتحققت الولادة، أو فقد يعلنون، يعني أنا أقول في الغالب سيعلنون بأن الجمعة هو أول أيام العيد لديهم. وهذا يعني يحدث في غالب السنوات. ولتنتشر المقولة المشهورة بأن المغاربة ربما يعني صاموا يوم العيد أو شيء من هذا، خصوصا عندما يروا يعني رؤية الهلال واضح في يوم الجمعة قد يحدث ذلك. لكن أنا أقول وأؤكد أن هذا هو الحسابات الصحيحة عندنا في المغرب. تحية لكم، ألقاكم في مقاطع فيديو أخرى إن شاء الله، ودمتم في أمان الله وحفظه.